يواصل فريق الرجاء الرياضي استعداداته لمواجهة الدفاع الحسني الجديد لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية. وخاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة في أكاديمية النادي تحت إشراف المدرب الجديد الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز وبمشاركة جميع العناصر. برمج الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز مدرب الرجاء الرياضي حصتين تدريبيتين استعداداً لمواجهة الدفاع الحسني الجديد برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية. وقرر الطاقم التقني رفع نسق الاستعدادات بخوض حصة صباحية وأخرى مسائية في إطار تحضير المجموعة للمباراة المقبلة وضمان جاهزية اللاعبين على المستويين البدني والتكتيكي. ويواصل الرجاء الرياضي تحضيراته بشكل مكثف منذ بداية الأسبوع في أفق الدخول بقوة في غمار المنافسة على البطولة الاحترافية، حيث تحصل على 4 نقاط في أول جولتين. عينت لجنة التحكيم الحكم نبيل بن رقية لإدارة قمة الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية بين الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديد المقرر الأحد المقبل على ملعب أحمد شكري بزمامرة. أفادت تقارير إعلامية أن المدرب التونسي لسعد جردة الشابي آفض مقترح إدارة الرجاء بالتخلي عن جزء من مستحقاته مقابل فسخ العقد، متمسكاً بالحصول على كامل حقوقه المالية. وأن محاولات المكتب المسير للرجاء برئاسة جواد الزيات لإقناع المدرب التونسي بالتخلي عن بعض حقوقه المالية باءت بالفشل بسبب إصراره على الحصول عليها كاملة. يشار إلى أن نادي الرجاء الرياضي كان قد أعلن بشكل رسمي فك الارتباط مع الشاب بالتراضي وتعيين الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز المدرب السابق لفريق سيمبا التنزاني خلفاً له. أصبحت مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد مهددة بالتأجيل بسبب التزام النادي الأحمر بالمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وينتظر أن تستأنف مباريات البطولة الاحترافية بعد نهاية فترة التوقف الدولي بإجراء الجولة الخامسة، غير أنها ستصادف الموعد الذي حدده الكاف لإجراء الدور الثاني من مسابقة الكونفدرالية في الفترة ما بين 17 و 19 أكتوبر المقبل. لتشجيعنا على مواصلة العمل وخلق أفكار إبداعية، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد أولاً بأول.